ابتدى المشوار يا حبايبي. مرحبا، شلونكم؟ شلون اخباركم؟ شلون اموركم؟ ان شاء الله بخير. اليوم وصفتنا الجديدة يا اخوان، كباب عراقي درجة اولى، بس ملح فقط. ملح فقط، تنبيه، ملح فقط. كباب عراقي درجة اولى، وياه طماطة وبصل وفلفلة شوي بالسماق. تعالوا ويانا نشوف وصفة جديدة مال كباب عراقي اليوم، تتهنوا ويانا. صحتكم حبايبي. عندي كيلوين لحم مفروم جاهز مجهز ويا اللية، واللحم صافي مال البقر. وهذا كباب عراقي على اصوله، ما نضيفه غير بس الملح، ملح فقط. احنا كباب عراقي بس ملح. احنا نعجن شوية، نعجن حتى ياخذ الملح. ملاحظة اللحم لازم يكون بارد، لازم يكون بارد. فاكو قسم مثلا بالمطاعم يجيبون اللحم وهو حار، يجون يعجنون يخلون بيه ملح، يخلوه بالفريزر. فأنا أصلا جايبه كان بالفريزر طلعته خليت ملح بيه. هنا راح نبدي مرحلة ثانية، راح نشيش. راح نبدي عندنا صلصة معجون، خلينا بيها شوية مي على مود نبلل ايدنا شوية. راح نبلش شيش نعبل. يلا شغلة كلش بسيطة. اكو قسم يخلون ماي حار بيدهم، اكو قسم لا ماي بارد يخلي. اكو ماي ومعجون، اكو ماي وحده، حسب كل من على طريقته الخاصة. بس أنا طريقتي متعلم بها على المعجون. على طريقة تشيش درجة أولى مع المطاعم. نجيب شيش ثاني. اللي يريد يعرف المقادير على لزمة اليد، كل واحد مقديده. هذا كباب على اصوله. قسم يخلون كرفس، يخلون توابل. لا، الكباب العراقي شهرة الكباب العراقي بس الملح، لأن إذا أي شيء يضيفون عليه راح يصير مثل الكفتة. أنا أسميها بالكفتة، الكفتة العامية. رجعنا لكم حبايبي بعد ما كملنا التشييش مع الكباب وصار جاهز. وهسه راح نروح نوديهم نخليهم على الفحم، وبعدين تتهنون بيهم ان شاء الله. نخلي الكباب على الفحم ونشغل النار. راح نخليهم شوية بس ياخذون ريحة نار، بعدين راح نقلبهم على مود إذا ياخذ صفحة واحدة وتخليها على ذيك الصفحة راح يصير ثقيل ويوقع الكباب. لازم خطوات كلش مهمة. الطماطم والبصل، الفلفل الأحمر.
تكمل الحفلة. صحة الطيبين. والعكرة هذه الطريقة. بعد ما كملنا شوي الطماطم والفلفل والبصل راح نفرمهم ناعم. نضيف عليهم السماق. درجة أولى.